أزئي أعيش معه في بيت واحد. إزازة الخمرة بتاعت أمبارح كان فيها حاجة. شربت الخمرة. أنت بتعمل إيه؟ هو نصب عليا في فلوسي، مش تمشي غير لما تخلص الكسدة. أنا شربته بداله. 3060 هي دي. راحت عليا، خلاص راحت عليا. أنا دكتورة تنويم مغناطيسي محترمة، أنام مع المريض بتاعي. أنا فعلا عرفت أنام كويس بعد كل السنين دي، هو الوحيد. هنا جو زنجي، دور لي على حد. يا ريس مالك. ما فيش حاجة عادي يا ريس، أنا لقيت الست اللي اسمها يلين فلينج. لينج أنا تيبة عملي إيه؟ أنا هعز قريب أوى. باركي. أنا هتجوز. أنا تيهة جوزي. أنا لازم أشكرك طبعا. لولا إنك ضيعتي كارت التأمين الصحي بتاعي كان أزئي ممكن أتعرف على هو يوتشن. مين ده؟ أنا صاحبتك اليتيمة وأنا حتى معرفش. خدي بالك ليضحك عليكي. يضحك عليا جوزي. ده راجل قد المسؤولية جدا. أنا تي بس ما تشغليش بالك. أنا بس استغليت حوار الليلة دي كحاجة عشين أطلب أعيش في بيت عائلتي. هو متوقعش إنه يوتشن يوافق بجد. يا لينج أنا بس خايفة عليكي. أنا تيخليكي في نفسك أحسن. أنا ماشية. يعني هي فعلا ارتبطت. طب ليه تخبي عليا. إيه أبقى المساعدة الشخصية له يوتشن. هو يوتشن اللي بيقولون إن عائلته واصلة أوى. وهو كمان صاحب الاستوديو. أنا تي أكثر محررة في قسمنا بتقدر تطب. هو يوتشن عنده اضطراب نوم حد. لو مجيتيش أن تيمين هيجي. كمام ما ينفعش. أنا مجرد مساعدة بدوام جزئية. هو المدير الكبير. ما اقدرش أزعله. 3 أضعاف المرتب الشهري. 15 يوم إجازة سنوية. لو موافقتيش على العرض ده 3 أضعاف المرتب الشهري. اضطر أشوف حد غيرك. موافقة. شكرا يا مدير إنك وافقت. هو ده. أهلا أستاذ هو. أنا اسمي روان يونينغ. أنا سكرتيرتك الخاصة. أتمنى أكون عند حسن ظنك. ليه حاسة إني شوفته قبل كده. هاتيلي كوباي شاي. إذ الراجل بتاع الليلة دي يطلع هو يوتشن. إذ الراجل بتاع الليلة دي يطلع هو يوتشن. بس شكله معرفنيش. أنا حاسس إن شكلك مش غريب عليا. هو إحنا متقابلناش في حتة قبل كده؟ إيه. أنا شكلي عادي ومألوف. فطبيعي تحس إنك شتني قبل كده. بجد. أيدك متلسعتش من شوية صح؟ همم. مفيش حاجة، أنا همضي في الأول. لينج أنا تي بجد عايشة في فيلا عائلة. هو طبعا هوريكي حياتي دلوقتي عاملة أزئي. لينج أنا تي بجد جوزتي واحد من عائلة غنية. لما تبقي غنية أو عيتا سيصحربك ده أكيد طبعا. يا خبر لينج لو لقيتي جوزة كويس لازم تخلي بالك منه. أوعي تدي فرصة لأي حد يأخذ مكانك. عارفة أنا عايشة في بيت هو بقالي أيام كثيرة. ولحد دلوقتي مشفتش خيال هو يوتشن حتى. ما ينعش كده، لازم أنا اللي أبدأ بالخطوة قبل ما الأمور تتعقد أكتر.
ليه حاسس إن روان يونينغ دي فيها حاجة مألوفة أوى. يوتشن أنا تليه رسم مرجعة البيت، متسيبنيش لوحدي في البيت الفاضي ده. جيت في وقتك بالضبط. عايز أسألك على حاجة. أنا نمت أزئي الليلة دي. الليلة دي شربنا كم كاس كده وكل حاجة حصلت لوحدها. بجد يعني لازم تسألني عن الحاجات دي في عز النهار كده. إحنا مشربناش الليلة دي. ها أنا مش فأكرة أي حاجة من اليوم ده خالص. ده عاد عليه وقت طويل أوى. أنت جاء تسألني دلوقتي عايزني أفتكر كل حاجة بالتفصيل يعني. أنا عندي أرق وبنام بصعوبة جدا. عشان كده أنت أكيد بتعرفي في التنويم المغناطيسي صح؟ تنويم مغناطيسي. وأنا هعرف منين في التنويم المغناطيسي ده؟ يا ريتني كانت سألت روان يونينغ بالتفصيل عن اللي حصل الليلة دي وأنا إيش عرفني. أنتي بجد مش فأكرة أي حاجة حصلت الليلة دي. أنا كل اللي فأكره ريحتك. كانت مألوفة أوى. رايحة رايحة. قصدك على دي. أكيد دي راحة كيس العطر دهي. شمها كده. شكلها هي نفس الريحة. فعلا دي الحاجة اللي روان يونينغ بتعملها دايما. هي قالت إن ده بيخفف الصداع عندي. متوقعتش إنها هتنفع أو كده. يبقى هو ده السبب. كيس العطر ده بيهدي الأعصاب وبيساعد على النوم طالما هو فعال. أو كده أنا هعملك منه كم واحد كمان. بص الهالات السوداء اللي تحت عينك دي. أكيد أنت مش نايم كويس. إيه رأيك أنا مجنبك شوية كمان؟ أنا بجد مستخدمتيش غير كيس العطر ده بس. طب ما تيجي نجرب مرة كمان وسعتها هنعرف. ليه لس الوضع كده؟ وحشته. ما فيش فايد. يمكن الكيس ده عشين قديم مبقاش له تأثير. المرة الجاي هعملك كم واحد جديد. هو الكيس ده جواوه إيه؟ كلها أعشاب مهدئة وبتساعد على النوم. حاطة أكثر من 10 أنواع. بجد ملوش لازمة. خلاص ارجعي أنتي الأول. أنا لسه ما عندي شغل. طيب ماشي استريحي أنتي بدري. وروحي بدري. لين اسئي ما عندهاش أي رد فعل للعقد ده. أها. ادخل. هات لي كتاب موجز تاريخ الزمن وسيرة حياة ليو تولستوي على الرف اللي فوق خالص. حاضر. آه. مش هتنزل. ياهو يا ترى ليانغ لينغ عاملة إيه؟ لينغ لينغ. بعت لك كم رسالة ومبتردش. أخيرا افتكرتي ترجعي. إيه مش مرحبة بيا ولا إيه؟ خلاص بقي متزعليش. بصي بسرعة جبت لك فستان جديد أزئي. الراجل ده بيعاملك كويس ولا لا؟ تعزميني على ميعاد وأناهي الوضع بنفسي. يوخ متقلقيش أنتي بس. شوفي الفستان ده. خامته حلوة أوى. والستيل بتاعه كمان لايق على جسمك. لازم تهتمي بنفسك وشكلك شوي. صحيح. قولي لي بسرعة.
زمان لما كنتي بتلومي الناس مغناطيسيا، كنتي بتعمري كد أزئي. زمان المعلم كان بيعلمك وأنتي ما كنتيش عايزة تتعلمي. إيه اللي خلاكي فجأة عايزة تتعلمي دلوقتي فجأة بقيت محتاجاه؟ التنويم المغناطيسي ممكن يخلي المريض يسترخي. ممكن تخليه يسمع موسيقى هادية. تخليه يتخيل بيئة مريحة. المهم إن المريض يكون في حالة هدوء واسترخاء. ساعتها يقدر يستقبل الإيحاءات والتوجيه. الكلام ده الاسم ممل بالنسبة لي. طب ما تعملي لي كم كيس معطر كمان؟ ماشي، ما فيش مشكلة. النتي بس اذكري أنواع الأعشاب دي وبعدها تقدري تعملي بنفسك. فيه بذور العناب الحامض، هو شيانغ وشيح ولافندر. لينج لينج تليفونت بيرن. متعمليش دوش، أنا هردلك عليه. خلاص أنا هردلك عليه. متلمسش حاجتي. التليفون رن. ايه اللي يخليكي متوترة كده؟ أنا قصدي أقول بعد كده ما ترديش على تليفوناتي من نفسك. صح، أخلصي أعمليه بسرعة. كمان شوية لازم أرجع. أنا هرجع أناملي شوية الأول. ممم. ممم. لقيت فيديوهات المراقبة بتاعة الفندق المرة اللي فاتت دي. كل الفيديوهات من 6 بالليل ل8 الصبح في اليوم ده. رولي على الشخص اللي دخل أوضتي ما بين الساعة 8 و8 ونص. يو آر. إزاي اتمسحت؟ نو. أزئ الفيديو من 28 دقيقة بالليل ل9 الصبح مش موجود. أي كاميرات المراقبة بتاعة الفترة دي اختفت؟ أزئي. بتسألني أنا أسأل مين يعني؟ كويس إني كانت عاملة حسابي من بدري، وإلا ما كنتش عارف روان يونينج أنتي كمان بتعرفي أساليب الإغراء دي. واحدة زي عندها شكل وعندها الشهادات. هي بس اللي تستيهل تعيش الحياة دي. أنا كيف أكرة نفسك تليقي بهوايوتشين؟ اطمني، أنا مستحيل أديك أي فرصة. أنا آسف. أتمنى يكون شرب الشاي المهدئ اللي عملته له مخصوص ويعرف ينام كويس. دي مش العقد اللي ضاع مني الليلة دي. تشينا أنتي. يا زعيم أنت بتدور على المساعدة الصغيرة دي. أنت مجنون. أنا بس شفتك نائم وخفت عليك تأخذ برد. أنا بجد مش مصدق نفسي إنك تفتكر إن الشخص ده كان روان يونين، البنت الخرقاء دي. من ساعة ما وافقت إن يلينغ لين دي تسكن في بيتك وأنت ما رجعت هناك تاني. موضوع الأستاذ وصلت فيه لإيه؟ سمعت إن الأستاذ أوتوفى من سنتين بس. بيقولون إن التنويم المغناطيسي بتاع تلميذه أقوى من الأستاذ نفسه وبعدين. وبعدين لسه ملقيناش الشخص ده بالسرعة بتاعتك دي. على ما تلاقي حاجة هكون أنا مت خلاص. لا يا زعيم ما تقولش كده. أنت مهما حصل بطل كلام وطلع بره. صح. وأنا جاشفت روان يونين. لا، دايما حاسس إن في حاجة ناقصة حواليا. مش مصدق إن البنت الخرقاء دي وحشتني. بلغ روان يونينغ لازم تكون في الشركة بكرة الساعة 8 الصبح.
أهلا يا أستاذ هو. أنا اسمي روان يونينغ. أنا السكرتيرة الشخصية لحضرتك. أتمنى أكون عند حسن ظن حضرتك. بقاء لي كم يوم بشرب الأعشاب دي. مش عارفة جابت نتيجة ولا لا. نتيجة إيه؟ الشاي ده بيقوي الكبد والكلى وبيدي طاقة للجسم. النتي قصدك إني ضعيف. متبصليش. لا أنا ما ينعش أروح هناك. ما ينعش أكشف نفسي كده. البنت قليلة الأدب دي بتغوي جوزي وأنا مش موجودة. لازم ألاقي طريقة أخليكي تزهقي وتمشي. همم. نفس الإحساس المألوف ده تاني. النتي عملتي كده قبل كده. ممم. هو ده اللي بتقولي عليه عملتي. طبعا يا أستاذ هوة. لو مش مصدقني بريحتك النقط دي شين مين وشين تشيو وينتنج. المرة الجاية لما متقدريش تنامي خلي المساعد تشنجيد الهلك أضمنلك إنك هتنامي نوم عميق. صغيرة في السن وبتعرفي تهتمي بصحتك. طبعا. معلمي علمني كويس. معلمك مين معلمك ده؟ رئيس التحرير تشوي. إيه. روان يونينغ. اطلعي بره يا روان يونينغ اطلعي بره. روان يونينغ اطلعي بره يا روان يونينغ. ده انتهاك لخصوصيتي. روان يونينغ ما عندهاش دم. امشي من استوديو نيس حالا وبقلي تحاولي تغوي الأستاذ هو. النتي أزئية أصلا وصلتي جنبه. أكيد استخدمتي طرق مش تمام صحة. لازم نكشفها على حقيقتها ونطردها من جنب الأستاذ هو. بالضبط. أنا هتكلم بصراحة. أنا فعلا بحب كتابات الأستاذ هو. بس أنا دخلت الاستوديو عن طريق التوظيف العادي. فاكرين كل الناس زيكم نيتهم مش صافية. هو غلط إني أعتمد على شغلي وتعبي عشان أتقدم. انتوا بس بتحسدوا وبتغيروا وبتحقدوا. أنا هعملها بنفسي. النتي بتحبيني من أمتي. ها. بقالي فترة بقرأ كتبك. والسبب؟ كتاباتك رقيقة ودافية أوى. وداوت ناس كتير. أتمنى إنك تقدر تكمل كتابه. عشان تقدر تساعد وتؤثر في ناس أكتر. يبقى هي دي الثعلبة الصغيرة. إيه. شفت امبارح كنت معجبين بها أزئي. أتاري روان يونينغ دي عينها على الأستاذ هو. يا سلام وأنا بقول. ليه هي بالذات اللي قدرت تبقى مساعدة الأستاذ هو البديلة. أتاريها كانت بتلعب من ورانا وبتخطط. يبقى النتي هي روان يونينج. بصوا بسرعة يا خبر. شياوي ده كاتب كبير مشهور زي هو تيون شياو بالضبط. إيه اللي جاب شياوي هنا؟ يبقى هو دين شياوي. بيقولون إنهم صحاب أو لدرجة متتوفش. شكل الكلام ده حقيقي. الرئيس طبعه هادي وتقيل شوي، لكن شياوي عامل زي الشمس المنورة كده. عشان كده هو مش بيضحك غيره وهو مع شياوي. فيه إيه اللي بيحس. شكلهم حلو أو مع بعض. بقولك الاثنين دول شكل وجسم. لو دخلوا عالم الفن كانوا هيكسروا الدنيا. أستاذ شياو حضرتك ماشي. أيوه.
إنك تقدري تشتغلي مع واحد صعب الإرضاء زي هو تيوتش المدة دي كلها. شكل ده معناه إنك عجباه أو إيه هو أنا بعامل الناس وحش. وهو أنت عمرك عاملت حد كويس. المساعدين بتوعك اللي كانوا قبلها مين فيهم اللي مسخش ومشي بسببك؟ على فكرة أنا عايز يونينج في موضوع ممكن إيه صعبونة عليك أو عتكون عجبتك البنت الصغيرة يونينج دي؟ عادي ومش فارقة، هي مش حد مهم أوي يعني. أوه أستاذ شيا، إحنا جايين هنا نعمل إيه؟ يونينج كل سنة وأنتي طيبة. أنا تعرفت منين إن النهاردة عيد ميلادي؟ يا يونينج شكلك فعلا مش فكراني. عشين كدشاوي فجأة أخذ روان يونينج ومشي. طلع النهاردة عيد ميلاده. يا ريس هندخل نأكل مش جعان. شكلهم كده ميقولش إن دي أول مرة يتقابلوا. بس برضه شاوي بشخصيته دي يعرف يصاحب أي حد. عنده حبيبات كثير مش ملاحق عليهم أصلا، وكمان جاي يضايق الناس بتوعنا. إيه يا ريس أتمنى أمنية. ديف أنتي نهارد. ألو. يا تشان يونينج الملفات اللي طلبتها منك لسه مخلصتيهاش مش كده؟ كمان ساعة تكون على مكتبي. إيه ساعة واحدة؟ حاضر حالا. أستاذ شاون أنا آسفة، لازم أخلص الشغل بتاعي، لازم أرجع أكمل شغلي. بجد شكرا أوي على النهارد. متقلقيش، هو يوتشن بيستعجلك بس مش يزعق بجد يعني. تمام أنا هرجع بقي. بنت لذيذة ومختلفة فعلا. هو يوتشن طلع فيه حد يهمك قهوة. يا زعيم هو الملفات اللي طلبتها وصلت. يا زعيم هو مدير قلبه أسود مشغلني في كل الشغل ده. هو أنا سوبرمان. دس يا نهار أسود، إيه ده؟ أعمل إيه؟ إيه الإحراج ده؟ راحت عليا. يا تشان غينينج أنتي مش بس خرقا، كمان ليكي عين تضربيني. مو صدش. همم. أنا عايزة أقرأ كتاب. أنا أقرأ لي. ما تقرأ بنفسك؟ أنا مش شايف. يا ربي، هو إحنا المفروض ننومه مغناطيسيا ولا إيه؟ أخيرا هما الاثنين. من زمان ما شوفتكيش يا تعلوبة. أهلا يا عزيزي يوتشين. أستاذ شياو. أنت إيه اللي جابك هنا؟ مسودتك متأخرة 3 شهور. قولي أن ابن ناس نياء ليها بتشتغل بالجدية دي كلها. صحتك هي أهم حاجة، صح ولا إيه يا يونينج؟ خلصتي شغل صح، يلا أخذك مكان حلو. هو أنت سألت عن رأيي أصلا؟ أنا عازم يونينج، وأنت مالك؟ يونينج أنا هروح أجيب العربية. يا ريس هوة أنا كده خلصت شغلة. فيه 5 كتب على الترابيز، رد بيهم وهاتيهم لي بعد ساعة. بس يا ريس هوة أنا خلصت شغلة. كتابي الجديد لسه بكتبه. عشان كده محتاج أراقبك 24 ساعة. أنتي مش ناسية ده طبعا. بس أنا المساعدة بتاعتك، مش إنسان آلي. أنا كمان محتاجة أرتاح. أنتي مجرد كتاب على الرف بتاعي. أنتي عارفة الكتب اللي على رفوفه ممكن تمنع عربية نقل، وأنتي مستعجلة أو كده عشان تضيفي نفسك اليهم. أنتي مجرد كتاب على الرف بتاعي.
أنتي عارفة الكتب اللي على رفوفه، ممكن تمنع عربية نقل، وأنتي مستعجلة أو أكدها عشين تضيفي نفسك اليهم. تقصد إيه؟ طب بصي كويس على الكتاب ده. تهذيب الذات للمرأة. أزي مخدج بالي قبل كده إنه هو تايوتشين مهووس بالسيطرة بشكل دهي، ده أكيد عنده مشكلة معي. خلي شياوي يرجع، أنا جعان، تعال كل معي. أنا مش جعان، خلي المساعد تشن لا يأكل معك. يا ريس، أنا أعرف مطعم جديد لسهم فاتح حلو أوى، إيه رأيك نروح نجرب؟ أنت غني أوى ولا إيه؟ انسى مكافأة آخر السنة بقي. مش هو اللي قال إنه جعان؟ لحقنا يا ريس. هو ينتشن قاصد يضايقني صح؟ تشانج يونينج الملفات اللي طلبتها لسهم مخلصته إيش صح؟ بعد ساعة تكون على مكتبي. إيه ساعة واحدة؟ حاضر حاضر، حالا 5 أيام 5 أيام، سابني أنام 20 ساعة بس. ما فيش أي مساحة شخصية خالص. يونينج، كل سنة وأنتي طيبة. أنا تعرفت منين إن النهاردة عيد ميلادي؟ الأستاذ شيا هو اللي طبعه هادي. أحسن من هو يتشنده بمراحل. هم فأزي الفرق بين الناس ممكن يكون كبير كذا. لو كان بيحبني بجد لا يهو مش حاسة بحاجة زيدي. هو يتشن متعود يكتب مذكرات. هو لا يهو يكتب تاريخ عيد ميلادي. أنا عمري ما قالت له بحب آكل إيه. هو عارف أزئي. يا ريس، أنت عمرك ما بتأكل حلوية. أغير لك الحاجات دي. يا ريس، أنت كويس. يا مساعدة روان. آه. دي كوباية الريس. يا نهار أسود، نسيت إن عنده وسواس نظافة. أنا آسفة، خلاص هروح أغيرها. يلا ناكل. يا هو به أنت لسم زعلان. أنت زعلان ليه. إيه اللي ممكن يخليك مبسوط؟ من النهاردة ده مكانك ودي المسافة اللي بينا. أنت مالك فيه إيه؟ آخره كوباي. أنت قدها ولا إيه؟ تحب تجرب؟ أنت أنت مش سكرانة. حسبتها غلط. أنت كذاب. آه 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 آه. لا لا لا. ماما.
اللي بيحب لازم يقول إيه بتحبي هو يتشن. البنت دي ناوي على إيه؟ كل اللي فأكره إن ريحتك مألوفة أوى. أكيد هو ده. ريحة كيس العطر ده هشام كده. معرفش إذا كان استخدام كيس عطر روان يونينغ المرة اللي فاتت عاد عليهم ولا لا. لا لازم أخلي كل الناس تعرفه إني أنا خطيبة هو تيوتشن. الخطيبة. معقول هو تيوتشن وعنده خطيبة؟ الدنيا مقلوبة على ألنت. أنا كانت فأكرة إنه سنجل. الخبر ده قنبلة. الفونز بتوع هو تيوتشن قلبهم يتكسر. هو تيوتشن طول عمره في حاله أزئي فجأة تظهر له خطيبة كده. عنده خطيبة. وأنا بكل سذاجة كانت لسهم بفكر فيه. أنا إيه اللي بعمله ده؟ ده مش حقيقي. لحمي. عايز تقول حاجة؟ أنا تعبانة شوية. عايزة أستأذن. ما ينعش أعيت. أو عيت عيتي. جامد يا أخويا. شكلك داخل على جواز قهوة. كده أقدر أكلم روان يونينغ وأنا مطمن. يا كبير، تليفونات قسم التحرير والاستوديو هتنفجر من كثر الاتصالات. رئيس التحرير تشوى عايز يعرف ده قرارك ولا لا؟ لا يا ساتر. مين اللي بلغ بالضبط؟ نحقق في الموضوع ولا لا؟ مش لازم تحققوا، أنا عارف مين. أنا تراجعت أهه. وجعتني. الصور اللي على ألند دي أنت اللي نشرتها. اللي يحب حد لازم يقولها بصوت عالي. إيه تحبي هو تيتشن؟ البنت دي عايزة إيه بالضبط؟ أنا بتقول إيه؟ أنا معرفش. متفكرش إني بسألك دلوقتي عشان أنا بجد مش عارف أوصل للحقيقة لوحدي. أنا آسفة بقي. أنت عمرك ما بترجع البيت والدنيا بره مليون إغراءات. لو واحدة ست لعوبة ضحكت عليك أنا أعمل إيه وقتها؟ هو تيتشن من يوم ما جيت هنا وأنت عمرك ما رجعت قعدت في البيت. لو أنت مش عايز تتحمل المسؤولية ممكن تقول بصراحة أنا عمري ما هرد نفسي عليك. أنا أكثر حاجة بكرهها الناس اللي بتلعب ألعاب. لو تصرفتي من دماغك تاني يبقى تمشي. ليه أنا بس اللي لا. تاشين يونينغ. أنتي وقفتي في طريقي. أنا عمري ما سامحك. إيه الفيديو يلينج هي اللي نشرته أنك متأكد؟ بصفتي المستثمر بتاعك فنصيحتي إليك هي إنك تصبر على الموضوع ده شوية. أنا عايز أعمل مؤتمر صحفي عشان أوضح الأمور. لا كتابك الجديد هينزل قريب أوى. دلوقتي مش وقت مناسب خالص لمؤتمر صحفي. وأنا أصبر ليه. يلينج أنت اللي وافقت إنها ترجع البيت صح، وكونها عايشة في بيتك دلوقتي دي حقيقة مش كده، وأنت كمان وضحت موقفك قبل كده. دلوقتي أنت عايز فجأة تطلع توضح علاقتكم للكل. سيبك من جمهورك الكبير. حتى أنا مش مصدق. هو أنا هسيبه يتحكم في حياتي؟ اسمع كلامي، ده الشخص اللي أنا اخترته. لازم تبلع المرة وتسكت. أنت بتتكلم بجد. أنت حتى كلامي مبتش تصدقه. كل مرة بتيجي هنا عينك بتبقى على روان يونينغ. لا يكون قصدك تبقى معاده عشان كده رتبت كل دهن عن قصد مش كد. أهلا يا فندم، ده كتاب أنا اللي كتبته بنفسي، أتفضل شوف. أهلا، أنا عايز أشتري نسخة. شكرا. أيوه صح، أنا بحب روان يونينغ.
بس ده شيء وده شيء تاني خالص. أنا هروح وأتكلم مع فريق العلاقات العامة الأول. أنت بس متعملش مشاكل زيادة دلوقتي. كنت عايز تقول إيه يومها؟ هو عنده خطيبة، وأنا بغبائي كانت فأكرت إني ممكن أكون معاده. أنا كانت بعمل إيه مبقاش مهم. أنا لازم أعرف الإجابة. أنا بس تعبانة، عايزة أرتاح كم يوم. النتي بتكدبي. بصي في عيني وقوليها تاني. قوت لك أنا بس تعبانة. النتي بتحبيني. ما حصلش. سيبني بقولك. سيبني. أنا مستحيل أحب واحد عنده خطيبة. طب لو أنا ما عنديش خطيبة؟ لو أنا ما عنديش خطيبة هتحبيني؟ اللي موجود، واللي مش موجود. مفيش حاجة اسمها لو في الدنيا دي. هو ددا عنده خطيبة أصلا، ولسها لازقة جنبه ومش عايزة تمشي. باجحة. أيوة صح، مش أنتي مجرد واحدة بتمشي وراه وخلاص. بأي وش بالتغوي هو دادا. أنتي أكيد من الهيترز اللي بعتينك. اقفي مكانك. لو فضلتم تعملوا كده أنا هطلب البوليس، وكمان عايزة تطلبي البوليس. أنتي صحيح وشكل مكشوف يا بنات، اضربوها. اضربوا. صحيح قليلة الحيان. بقولك إيه، ابعدي عنه وتدادا خالص. كفاية. النتي كويسة. انتوا مش هتخلصوا بقي. يا نجم دي واحدة لعابة وخبيثة، مش هي اللي أغرتك. اسمعوني كويس، دي عضو رسمي في استوديو 04 بتاعي. لما تضايقوها يقف أنكم تضايقوني أنا غلط. هو دادا دي مش بني آدم كويس أبدا. فوقي بقي. روان يونينج عمرها ما أغرت أي حد، بالعكس أنا اللي بحبها. لو كملتوا على كده هخليكم تدفعوا ثمن كلامكم وتصرفاتكم دي. نزلني. متتحركيش. مش معقول هو دادا عنده خطيبة. الدنيا اتقلبت على الإنترنت. كانت فإكراه طول عمري عازب ومحدش قده. الخبر دهن رهيب. فين هو تيوتشن قلبهم هي تكسر. هو تيوتشن طول عمره متحفظ أزئي فجأة تظهر له خطيبة. في النهاية هو عنده خطيبة شرعية. لو فضلت هبقت خطافة رجالة في نظر الناس. أنا عايزة أقعد لوحدي دلوقتي. أنتي. وكمان روان يونين، روحي شوفي البوس بسرعة. هو النهاردة قلقان ومتعصب أكتر من العادي، كأنه بقي شخص تاني خالص. هو متضايق وأنا متضايقة أكتر. وأنا كمان عندي إصابة عمل. أنا عايزة أستأذن وأمشي. هو بقاله يومين مرتاحش كويس. لو فضلنا على الحال ده أنا بجد هقتل. تشي أنا كل يوم بتتمنى إني أموت، مش كده؟ أنا نسيت، أنا لازم أروح دار النشر، أنا رائحة. يا ستي أرجوكي. أسني ما تمشيش. خلاص. ده شغل بينقذ حياة بني آدم. دي عشين الشغل وبس. أنت مش عارف، أنت نام وبرضة بتكابر مع الوقت. راسك مش بس هتوجعك أكتر وأكتر، لا كمان هيجيلك انهيار عصبي. مش مهم، أصلا محدش مهتم. هو يوتشن ما تزودهاش. لولا إنك مديري أنا كان زماني
مش كانت بتقول إنك مش عارف تنام؟ معقولة كانت معاكك طول الوقت ده قبل ما تشافني؟ قول لي الأول ساعة كم دلوقتي؟ يعني ساعة كم دلوقتي؟ 32. يا ريس ممكن أدخل؟ أنا تفكر اللي حصل الليلة دي ولا لا؟ هو نام. نم. هو تعب أوى. وروان يونينغ أنتي رهيبة بوجودك. يا ريس بكرة إديل دي بدالي من بكرة أنا مش هاجي تاني. أسني بس هو محتاج لك. هو محتاج دكتور. معقولة نمت كل ده؟ لولا إنك مديري أنا كان زماني. شو يونينغ. هو خد العقد. العقد الريحة المألوفة. ده هو. ها ها ها. يلا يا أختي ويا أخويا أنا هشرب أنت مين؟ سيبني بقي. هموت من الضحك آي. يونينغ يلا بين البيت. يونينغ يلا بين البيت. طيب. هنا بالضبط. أم هو يوتاشين. أنت بتزعق لي. خلاص خلاص. أنا غلطان. كان ذنبي أنا. ارجعي معي البيت. أنا وأنتي. الليلة إياها. الليلة إياها. أنت واحد دل. ليه تعاملني بالشكل ده؟ معقول يكون هو فعلا. هم متلج بينزلوا. من
سيبها في حالها. أنت ناوي على إيه؟ ياريت تراعي وضعك، إحنا في مكان عام. لو فكرت تقرب منها تاني هتجيب لها كلام أكتر من الناس على الألم. دي تخصني، ملش دعوة بيها. أنا بحذرك، هي مش زي الستات اللي حواليك. إياك تفكر فيها، أنا ما قدر أقرب منها. تفتكر أن اللي هتقدر سواء اعترفت بده أو لا. أنت لسه عندك خطيبة في بيتك. HC. عايز أسألك سؤال. مالك شارب كل ده ليه؟ أيا كان الموضوع ننام الأول وبعدين نتكلم. ليلتها كانت أنت بجد بتتكلني عن أمتي. طبعا مش أديتك كيس العطر خلاص. وبعدين كمان عشين نتأكد ما نجرب تاني الليلة. لو كيس العطر ده أنتي اللي عملتيه يبقى قولي لي جواوه إيه؟ هو يتشن أنت أول ما رجعت وعمال تسأل في دي وفي دي. أنت بتشكفيا. إيه مش عارفة تتكلمي؟ إيه مش عارفة تتكلمي؟ أنتي بس أذكري كم نوع من الأعشاب دي وبعدها تقدري تعمليه بنفسك. بذور العناب والمسك والشيح واللافندر. بذور العناب والمسك، الشيح واللافندر، كلها حاجات بتساعد على النوم. أنا شفت كل ليلة دي ما كنتش مرتاح. عشان كده أنا حطيت الحاجات دي مخصوص. وأنتي عرفتي منينة. اشرب الكاس ده. أنت بتعمل إيه؟ هو نصب عليا في فلوسي. تخلص الكاس ده وممنوع تمشي. أنا هشربه مكانه. أنت لازم بتشكفيا. الليلة دي أنا غيرت فستانين. مش عجبوك أنت الاثنين؟ يبقى هو فعلا. أنا كنت مستنية إيه أصلا؟ أنا تعبت أنك كمان ارتاح بدري. كويس إني كانت عاملة حسابي. هو يتشن أنت بتاعي أنا مستحيل هخلي روان يونينغ تبقى معك. هو رجع فجأة النهار وسألني كل ده. لا أنا لازم أحطه قدام الأمر الواقع بسرعة قبل ما تحصل أي مفاجأة. أنا طلعت حامل بجد. كل ده بسبب الليلة دي. كل حاجة حصلت فجأة أوى. ألو. يونين بكرة يوتشن عنده حفلة توقيع. تشن تشهي آخر إجازة أنتي روحي مع يوتشن. بس يا ريسة أنا قدمت استقالتي خلاص. استقالتك لسه متوافقش عليها. لو عايزة تمشي بجد لازم تتكلمي مع يوتشن وشلوش. أقولها إني حامل ولا لا. في الآخر الولد لي علاقة بها. أنا مشهق بالمبد. أديني شوية وقت. أنا هتصرف في كل حاجة. لي نينج. أستاذ شيا أنت كمان جيت. أنا مش مدمن شغل زيه. ده أرقى منتجع هنا. كل سنة في الوقت ده باجي هنا. أنت لسهم في لينسي. لو حست إن الموضوع صعب عليكي ممكن تيجي عندي. شياوي ماله. يونينج مساعدة صغيرة وكيوت كد. أصلا تتحب على طول. أستاذ شيا بلاش هزار. نينج أنا بتكلم جد. أنا معجب بيكي. أستاذ شيا بلاش تهزروا. أنا هروح أشوف المؤتمر الصحفي الأول لو كل حاجة جاهزة. نينج قصدك إيه؟ هو يوتشين أنك مش في وضع يسمح لك تستجوبني.
يعني إيه واحد عنده خطيبة؟ مالوش حق يتقرب من روان يونينج اللي هي عايزاته أنك متقدرش تديه لها، لكن أنا غير. أنت بتتكلم جد؟ أنت بجد عايز تتنافس معي؟ طبعا لما تخلص من خطيبتك الأول ابقى تعالى أتنافس معي. أنا دلوقتي مش قدي. أنت عرفت أزئي. أنت لسم بتشك فيا. أنا غيرت طقمين الليلة دي. مش كانوا عجبينك هما الاثنين؟ خلي بالك. قوم. أنت كويس. شيازو. يلا قول شكرا للآنسة. شكرا يا آنسة. أنت كويسها. أيدك عاملة إيه كويس؟ ما فيش حاجة. ده كيوت أوى. بتحب الأطفال. لا مو بحبمش. أو أغبياء وبحب الهدوء. لو بتفكر كده يبقى أكيد مش هتقبلني أنا كطفل. أيدك كويس. كويسة حط عليها مرهم وخلاص. ارتاح بدري. هو عارف أزئي. ده حتى عارف المكاني. فضولي ناحيته بيزيد أكتر وأكتر. البت الزفتة تقول لي مش عايزة تحل عني دي. روان يونينغ حامل في اليوم 35 أكيد من هو يوتشين صحة. ولو صارحته عشين خاطر الطفل. يبقى موضوع انتحاري لشخصيتها ده كله هيتكشف. مستحيل أديها الفرصة دي أبدا. همم. يوتشين أنت رجعت. دخلت هنا أزئي. إيه رأيك نشرب حاجة الأول؟ يمكن دي تكون آخر مرة نتكلم فيها مع بعض. أنت بتعاملني ببرود كده عشيني بتحب روان يونينغ صحة. خلاص قولها بصراحة. اللي حصل الليلة دي ما كانش أنت أصلا. ها. قول. طب لو قولت لك إنها كانت أنا. قصدك إيه؟ روان يونينغ بتحب شياوي. لا تفضل متمسك بيها بالشكل ده. إحنا اللي مقدرين لبعض في الحياة دي. قصدي إنك ملكي أنا وبس. ولما أحطه قدام الأمر الواقعي هشوف هيعرف يهرب من أيدي أزئي. بالحاجات دي هشوف هتغلبيني أزئي بقي. أتفضل امضي هنا لو سمحت. معقولة شياتشي كان جنبي طول الوقت. حبيبي أنت صحيت. مزاجك متعكرش بسبب صحة.
إيه رأيك نشرب حاجة الأول؟ يمكن دي تكون آخر مرة نتكلم فيها مع بعض. ها. الكاس ده كان فيه حاجة. أنتي حطيتي لي حاجة في المشروب. أنا عارفة إن عندك اضطراب نوم حاد. عشيني كده هديتك جرعة مضاعفة من الدواء. ابعدي عني. يوتاشين. يوتاشين ما تسيبنيش. لمي حاجتك وامشي. مش عايز أشوف وشك تاني. لينج لينج النتائج تي أز إي. شياتاشي صديق القراءة بتاع روان إينينغ. يبقى هو ده شياتاشي. يعني هما كانوا بيتواصلوا بالطريقة دي طول الوقت. النتي مستنية شياتاشي. هو مش هيقدر يجي. النتي تعرفي شياتاشي. عشيني شياتاشي هو تويوتشن. إيه. أزئي النتي حتى متعرفيش حاجة زيدي. وأنتي عرفتي منينة. أكيد طبعا أعرف. أنا أعرف كل حاجة عن يوتاشين بالتفصيل. قصدك إيه؟ إنتوا مع بعض من إمتى؟ بقي لنا فترة. بس يوتاشين شخصية عامة. وعشأني كد وافقت إن علاقتنا تفضل سرا. يعني الست اللي كانت في الخبر المرة اللي فاتت. أيوة بالضبط. تبقى النتي. تبليه مقولتي ليش. أنا عارفة إنكم بتشتغلوا مع بعض على طول. بس أتمنى إن علاقتك بيوتاشين تكون مجرد علاقة زمن عاديين. مش إنك تكوني الطرف الثالث اللي بيبوظ علاقات الناس. إنينجا مثل منيش إني مقلتلكيش. أنا بس ما كنتش عايزة أجرحك. مش محتاجة تعتذري. دي غلطتي أنا اللي كانت عايشة في وهم. إيه. أنا تخيفت لدرجة دي إني أخذي نينج منك. بجد أنا أخاف. أنا بس بفكر. أنت ويليام لينا ابتديتوا من إمتى تتفقوا مع بعض وتخططوا ضدي. أنا مش حقير للدرجة دي. بجد. هو حركة أنه يحط حاجة في المشروب دي مش متعلمها منك. ييلينج لينج حط تلك حاجة في مشروبك. أنا فاهم غلط خالص. هو بس جه قالي إنه عايزك في موضوع. فإديته رقم أوضك. استنى عندك. رايح فين فهمني كل حاجة الأول. ما فيش بينا كلام يتقال. اسمعني كويس. أنا عمري ما هتخلى عنك مهما حصل. أنسى. يا زعيم أنا لسه سامع إن يوان نينج في المستشفى. نيني مالك. حست بإيه؟ نتيجة التحاليل طلعت. مفيش مشكلة كبيرة. هي بس حامل. في الشهور الأولى من الحمل لازم ترتاح كويس. وينفع تتعرض لأي انفعال زيادة عن اللزوم. عشان تتجنب إن يغمى عليها تاني. شكرا يا دكتور. إيه. بتاع مين؟ ابن مين ده؟ بتاع شوقي. أنتي فعلا بقيتي مع ده. شاء شخص كويس. وما فيش حاجة وحشة في إني أكون مع ده. طب وأنا؟ أنت مديري وبس. أنا عمري ما حبيتك. أنا بقي. أنا جيت هنا عشان شغلي. وكذبت وقلت إني من معجبينك عشان شغلي. أنا اللي خدعتك.
يونينج، أنتي كويسة. يونينج فهميني كل حاجة. أنا كلامي كان واضح كفاية. انتوا بتتخانقوا على إيه؟ طيب. تب وشياوتشي. اللي قلتيه لشياوتشي مش ممكن يكون كذب، هو كمان صح. مش أنتي قولتي له إنك من معجبين هو تيوتشين وإنك بتحبيه على طول. معقول ده كمان كان كذب؟ أنا مش مصدق. مش مصدق، كل اللي فات ده كان كذب. كله كان كذب. مستحيل. أنتي تعرفي شياتشي من 7 سنين، مستحيل تكذبي عليه. ما فيش حاجة اسمها مستحيل، هو شياتشي مكذبش على الثعلب. هو كان عارف كويس قوانين شياتشي وفضل مخبي عليه طول الوقت. أن نتعرف. أيوه. أنا عرفت كل حاجة. وعرفت كمان إن إحنا الاثنين مستحيل نكون مع بعض. انتوا الاثنين مستحيل تكونوا مع بعض أبدا. إيه قصدك بالكلام ده؟ هو تويوتشين يونينج لسه عيان. لا هي بتزعق لبنت بالشكل ده. أنا بجد بتحبها. هو تيوتشين. عايز تقول إيه تاني؟ أنا بس عايز أعرف انتوا بدأتوا إمتى؟ ليه هو أنا معرفش. من أول يوم ليونينج في الشغل، وبعدها في عيد ميلادها احتفلت معها. يعني الموضوع بدأ من وقتها. أنا وعدتك إني أمثل إني حبيبك، بس أنا نفسي أكون حبيبك بجد. بس أنا حامل. من مين؟ مش مهم. المهم إن مش هيكون بينا أي علاقة بعد كده. نينج أنتي فين؟ وأنا عارف كمان إن إحنا الاثنين مستحيل نكون مع بعض. يا زعيم رئيس التحرير تشوي وصل، روان يونينج استقالت. ده حصل إمتى؟ وإزاي إجراءات استقالتها متمرش عليا؟ المرة اللي فاتت موافقش. المرة دي استقلت على طول. مش عايزة أي إجراءات. أنتي أكتر محررة في قسمنا بتقدر تسهر. هو يوتشن عنده اضطراب نوم حد. لو أنتي مرتيش مين هيروح؟ لا لا، أنا مجرد مساعدة بدوام جزئية. هو المدير الكبير، ما أقدرش أزعله. 3 أضعاف المرتب الشهري. 15 يوم إجازة سنوية. من لو موافقتيش على ده بقي 3 أضعاف المرتب الشهري. هضطر أغيرك. موافقة. شكرا يا مدير إنك حقق لي ده. المرة دي هو كان مصمم يمشي، بس ده كان متوقع بالنسبة لي. في الأول ما كان عايز يشتغل مساعد، بعدين لما رقيته وزودت مرتبه وافق. أنا عملت كده عشان شغلي، وكذبت وقولت إني من معجبين كتبك. شكله مكذبش فعلا. هو قال إنه بيحب كتب عشان الشغل وبس. عايزني أقبلك حد أفيد منه. المكان ده بتاع روان يوني، غيره هو محدش ينفع. عذرا، الرقم الذي طلبته غير موجود بالخدمة. من فضلك تأكد من الرقم ثم عاود الاتصال. غير موجود بالخدمة هو عملنا كلنا بلو. لازم تلقوه. يا زعيم ما فيش حد في بيته، والأماكن اللي بيروحها دايما مش موجود فيها. أستاذ هو. اضطراب النوم اللي عندك محتاج راحة وعلاج كويس، ما ينفعش تكمل كده أكتر من كده.
أنا عارف كل دهن. وعارف كمان إن إحنا الاتنين مستحيل نكون مع بعض. نينج نينج، النتي فين بس؟ بقالها كم يوم لا بتاكل ولا بتنام. لو فضلت على حالها صحتها هتروح خالص. أنا وعدتك إني أمثل إني حبيبك، بس أنا كنت أتمنى أكون حبيبك بجد. بس أنا حامل. مش مهم من مين. المهم إن خلاص ما فيش أي علاقة هتربطنا ببعض تاني. إنها تفضل سهرانة كده أكيد مش حل. أنا هروح أكلم المستشفى الأول. روان يين دي غريبة أوي. تمشي من غير ما تقولنا كلمة حتى. ده تعذيب للواحد بصراحة. دكتورة روان كل الإجراءات خلصت. تمام، شكرا يا سيادة المدير. متخيلش إنك في سنك الصغير ده تكوني واخدة شهادة منوم مغناطيسي عالمية. إحنا محظوظين جدا إنك معانا في المستشفى. بالصدفة في واحد صاحبي عنده اضطرابات نوم حادة. معلش ممكن تتعبي نفسك وتروحي تشوفيه. مفيش مشكلة، هو في أنهي أوضة هروح أشوفه كمان شوي. طيب يا سيادة المدير، لو مفيش حاجة تاني دلوقتي أنا هروح أمر على المرضى الأول. تمام يا أستاذ، هو فيه أخبار كويسة. إحنا اتصلنا بجمعية المنومين المغناطيسيين وعرفنا أخبار عن الأستاذ الكبير. بجد هي خبر هايل. أنا كنت سألت عليه قبل كده، متخيلتش أبدا إن تلميذة الأستاذ الكبير المقربة كانت طول الوقت جنبكم. هي مش كده. إيه فيه إيه؟ آنسة هي متوقتش أبدا إن حضرتك المنومة المغناطيسية المشهورة حفيدة الأستاذ الكبير. العفو، ما كنتش أعرف. ده ممكن يحصل. أنا مش بحب أعيش في ظل اسم جدية. عشيني كده نادرا لما بتكلم عن عيلتي مع حد غريب. أيوه فعلا، مهارات الأستاذ الطبية الكل بيشهد بيها. ده إرث عائلي أصيل. عادة بيختار الصغير اللي عنده موهبة وقدرة عشين يورث المنصب. الظاهر إن الآنسة يي برضة مش سهلة خالص. تشه ده برضة مقدرش يثبت إن لينج بتعرف تعمله. أنا حتى شفت روان يونينج بتعرف تعمل تنويم مغناطيسي. روان يونينج ممكن تكون بتعرف. هو أنا مش عارف روان يونينج ولا إيه. هي يمكن تكون بس بتقلد الحركات وبتلعب وخلاص. ممكن تتقارن بوريثة السيد الكبير. أيوة صح. أنا جاية أكشف على المريض. روان يونينج. روان يونينج، مش أنك استقلتي خلاص؟ تكشفي على مريض، هتكشفي على إيه يعني؟ المدير جين هو اللي طلب مني أجي. متوقعش إنك في سنك الصغير ده تأخذي شهادة منوم مغناطيسي عالمية. ده شرف كبير للمستشفى بتاعنا إننا قدرنا نجيبك. بالصدفة واحد صاحبي بيعاني من اضطراب نوم حاد. أتمنى تروحي تشوفيه. مفيش مشكلة، هو في أنهي أوضة هروح أشافه بعد شوية. صح. أنا آسف جدا يا دكتورة روان، شكلك جيتي على الفاضي. طيب أنا همشي الأول. أسني. النتي جيتي في وقت. لو النتي هنا مشكلة الأرق اللي عند زعيمها تتحل. يا مساعدة الشنغ بتقول وفي وجود لينج هنا. يجيلها دور أصلا. أيوه هي لينج هي وريثة السيد الكبير. أكيد هي الاختيار الأمثل لعلاج السيد هو الشاب. روان يونينج سامعة ولا لا؟ النتي مش مطلوبة هنا. يا لا أمشي بسرعة. هي مش هتمشي. هو تيوتشين أنا هنا. لسم مخليها تعمل إيه؟ يا آنستي سيبيكي من الأمور التافهة دي دلوقتي. الأهم دلوقتي هو علاجه هو تيوتشين. أيوه يا آنسة، العلاج أهم. هيا. أنا خرجت بسرعة النهاردة ونسيت أجيب كيس العطر. أنا معي. بشيله معين على طول. عشين كانت خائفة الكبيرة يحتاجه. تشن ده مزعج أوى، وهو لا يجيب كيس عطر معاده من غير سبب. هو تيتشن ركز معي. بص على كيس العطر اللي في أيدي. اسمع العدد التنازلي بتاعي 5 4 3 2 1. لسه عايز تمشي. هو تيتشن لو مش مركز مستحيل نقدر نومه. روان يونينج اطلعي بره لو سمحتي. روان يونين، شوفي بتعملي ايه. مش عارفة تساعدي وكمان جاية تعلي دوش. أكتر حاجة ممنوعة في التنويم هي الإزعاج. المرة دي هتنجح أكيد. هو تيتشن يلا نجرب تاني. استرخي وركز. بص على كيس العطر 3 2 1. حاسس إنك عايز تنام؟ لا.
راسي وجعاني أو هو تياتشن لازم تبص على كيس العطر. راسي هو أنتي امشي. روان يونينج كفاية دوش بقي. دكتورة روان ارجعي المستشفى أحسن. هو ياتشن استرخي دلوقتي. فضي دماغك من أي أفكار. نظم نفسك. روان يونينج بطل تقلد طريقتي دي مش نافعة. 3 2 1 المفروض تكون نمت. هي بتململ ادي انا اللي بنينه. هركز ازقي كده. وبعدين كيس العطر مش بيستخدم بالطريقة دي. زمان لما المعلم علمك ما كنتيش بتتعلمي. فأكرت إنك لما تقلديه وخلاص ده هينفع. خليفة المعمية هي لان يونينج. أزئي ده ممكن يحصل، مش ممكن إن أكون غلطة. يبقى لن يونينج ده أستاذ في التنويم المغناطيسي. نينج 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 نينج. 3 2 1 المفروض تنامي. هو أنا كنت بحلم ولا إيه؟ إيه الصوت العالي ده؟ شكلك نمتي كويس امبارح. متسينيش وتمشي. أنا فكرت كويس. أنت الشخص اللي عايز أكمل معاه عمري كله. تبغى الطفل اللي في بطني مش فارق نعارك. أنا مش يهمني كلام أي حد. ومش مهم الطفل ده ابن مين، أنا هتقبله. وهعتبره زي ابني بالضبط. ممكن تديني فرصة؟ تب وي لينج لينج. لينج لينج. أنا عرفتها بسبب سوء تفاهم حصل من شهر. عمري ما شفتها قبل كده. أنا عارفة وقتها أنا وصلت ليها عن طريق كارت التأمين الصحي. أنا هعمل مؤتمر صحفي وهشرح فيه كل حاجة بالتفصيل، وأنا اللي هتحمل كل العواقب لوحدي. ليلة كارت التأمين الصحي. ليه التفاصيل اللي هو يوتشين قالها. شبه اللي حصل في ليلتي معه أو كده. لا يهوده مختلف تماما عن اللي لينج لينج قالته. لا يا يوتشين. أنا مش موافقة إنك تعمل مؤتمر صحفي. الشخص اللي بحبه مش أن. لو تقدر تتقبل ده أقدر أديك أي حاجة تاني. أنا مش هقبل. عشيني مش عايزة ابني يتولد من غير أب. أنتي قولتي إيه؟ أنتم مش مصدقيني صحا. كل حاجة مكتوبة أهي أبيض على أسود وواضحة. ولو مش مصدقين ممكن تروحوا تسألوا الدكتور اللي متابع حالتي. نيني مش دكتورة حقيقية. هو يوتشين إحنا في النهاية ما ينعش نكون مع بعض. يونينج أنتي كويس. شفت الفيديو اللي على ألن. أنتي تلميذة المعلم. أتعلمت من معلمي زمان. عمره ما اشتغل للعامة. عشيني كدة اللي يعرفوه مش كتير. وشفت كمان تقرير تحليلي لي لينج لينج نزلته على ألن. إيه الحكاية دي؟ دي حاجة المفروض تسألي فيها هو يوتشين. هو أكتر واحد فاهم. يا يونينج أنتي عايزة تهربي من هو يوتشين. أنا فاهم. أنا لست عند كلامي. بغض النظر عن اللي حصل بينك وبينه يوتشين، ومش مهم لو لسه في مكان اللي هو في قلبك ولا لا. افتكري. أنا هستناكي للأبد. خلاص مش لازم انت تتكلم تاني. أنا خلاص قررت. رجعي رقمي عندك تاني ومتمسحيهوش تاني. أنا مش هضغط عليكي. ولما تفكري بريحتك هجلك تاني. شوفي. ألنت مقلوبة عليها. يي لينج لينج دي حامل بجد. شوفي. ألنت مقلوبة عليها. يي لينج لينج دي حامل بجد. يا رئيسة التحرير تشوي كلامك ده. لو فيه يبقى فيه. ولو ما فيش يبقى ما فيش. يعني أناهث إني حامل مثلا. ليه عملتي كده من غير موافقة هو يوتشين ونشرتيه على ألنت من نفسك؟ أنتي عارفة له تأثيره علينا كبير قد إيه؟ أنا مفكرش في كل ده. أنا كنت فرحانة. فعشين كده شاركت فرحتي على لنت وخلاص. أنتي
يا رئيسة التحرير تشوي معلش بقي يهتمي بالعلاقات العامة شوية. أصلي فرحي أنا وهو يوتشين قربة، والبطن دي مبتسناش حد. يا يلينغ لين هو يوتشين شخصية عامة بربة. النتي كده بتأذيه. باش الشركة عندها فريق علاقات عامة. عزيزين، توجهوا الرأي العام فيا. ده بقي يعتمد على شطارتك. وأناهز ودو النار حطب. كل ما الفونز عملوا دوشي أكبر، كل ما هقدر أتجوزهم دي يجي أسرع. حسب تسريبات الباباراتزي، حبيبة الكاتب المشهور هو يوتشين الرسمية يي لينغ لينغ، تم تأكيد خبر حملها حاليا. عشيني مش عايزة ابني يتولدوا من غير أب. بتقولوا إيه؟ أنتم مش مصدقيني صحا؟ أهو مكتوب أبيض على أسود وواضح جدا. ولو مش مصدقين، ممكن تروحوا تسألوا الدكتور بتاعي. إيه ده بسي؟ مش دي اللي بيقولون عليها خطافة الرجالة بتاعها العظيم اللي مالية لنت؟ إيه ده، إحنا آسفين جدا، خبطنا فيك يا خطافة الرجالة. يا زعيم أخيرا فوق. الدنيا مقلوبة برة وأنت نائم يوم بحاله. لينغ لين فين؟ بعد اللي عملته ده. أزئي كانت هاتف الجنة. يلينغ لينغ بتقول إنها حامل في ابنك. دلوقتي الشركة والاستوديو بره مليانين فاين. الموضوع بقي ترند. مستحيل هي بتكذب. أنا لازم أروح أوضح لنينغنان كل حاجة. أن بحالتك دي مش هتقدر تروح في حتة حتى لو لقيت نينغنان. ناوي تشرح لها أزئي. في حاجة مش مضبوطة. الموضوع ده من أوله لآخره مش مضبوط. هسألك في الأول خالص، ليه جبت يلينغ لينغ البيت؟ كانت فأكلها البنت بتاع الليلة دي. الليلة دي يومها أنا كان حاجز مع دكتور. بعدها جت بن. يا دكتور إيه ده؟ دي من عاداتي في الشغل. مش مفروض المعالج والمريض يتقابلوا. هو أنت عالجتني قبل كده؟ مستحيل أعترف باللي حصل أمبارح حتى لو هموه. أنا آسف جدا. أمبارح كان عندي ظرف واضطريت ألغي الميعاد فجأة، بس النهاردة ممكن أعملك جلسة تنويم مغناطيسي ببلاش. صوتك مألوف أوى. عشان شغلي بيتطلب كذا، أنا بقدر أقلد صوت 4 أو 5 أشخاص. تحب الست القوية المسيطرة، ولا البنوتة الصغيرة الكيوت. أنتوا خلاص اتأكدتوا إن كل الحاجات دي بتاع يا لينغ لينغ. أمال إزئي فاكرين إن الشخص ده مش هي؟ حتى لو هي دلوقتي تقدر تثبت براءتها تماما، بس أنا دايما عندي إحساس إن اللي بدور عليها هي لينغ لينغ. يا جماعة الخير، إحنا المفروض نعمل إيه دلوقتي؟ هنفسر موضوع حمل يا لينغ لينغ ده أزئي. حامل. جون جينا نروح لأنة الدكتور. أنا عايز أسأل وأفهم إيه اللي حصل بالضبط. يا كابتن، غير لي الغرفة دي. حضرتك لوحدك. أيوة آسفة. إحنا عندنا نظام هنا، الغرف الخاصة ليها حد أدنى للطلبات. أنا خطيبة هو تيوتشن. أنا خائف إني مش هقدر أدفع ولا إيه. لا أبدا. حضرتك استني لحظة وأنا هنظمها لك فورا. استنى. معلش يا فندم، أستاذة يان المكان هنا مش بيرحب بيكي. اتفضلي اطلعي برا. أنت مش عارف إن أنا مين؟ طبعا عارف. مكتبه هو تيوتشن نزل بيان رسمي. الخطوبة دي مزيفة وتقرير الحمل ده كمان زورتي. يلا امشي بسرعة، المحل مش بيستقبلك. إيه قلة الأدب دي؟ عشين تتشهر مستعدة تعمل أي حاجة. يلا اتحركي بسرعة، ارمي كل ده. متسيبش منهم ولا حاجة. هو يتشن من يوم ما جيت هنا، وأنت عمرك ما رجعت قعدت فيه. لو مش عايز تتحمل المسؤولية قوله على طول. أنا مستحيل ألزق فيك. أكتر حاجة بكرهها الناس اللي بتلعب ولعيب. لو تصرفت من دماغك تاني يبقى تمشي. الشخص اللي بحبه مش أن. لو قدرت تتقبل ده، أنا ممكن أديلك أي حاجة. وأنا كده رميت درجه البيت. اللعنة. روان يونينغ قال لي ما قدرتش أكون معاها، أنت كمان مش هتكون معاها. ده كمان أرميه.
الأماكن ليونين بتروحها دائما. أنا بعت ناس تدور عليها هناك، ما لقوهاش وأن ما استخبي تاني. هو لو عايز يستخب مش هخليني ألاقيه. يا زعيم المستشفى بتقول إن روان يونينغ مشي من نص ساعة. طب هو ممكن يكون راح فين؟ تشنتشه. أنا عايز أسجل فيديو. خلي كل الفنز على أنت يساعدوني ألاقيه. لازم ألاقيه. أهلا بيكم، أنا هو تيوتش. روان يونينغ اللي بحبها أوسابتني ومشيت من غير ما تقولي بسبب سوء تفاهم. هو الهامي في شغلي، هو النور اللي في حياتي. روان يونينغ هتمشي من هنا. نينغ. أنا عرفت خلاص إن اللي كانت معين الليلة دي هي أن. الشخص اللي كانت بدور عليه طول الوقت كان أن. اسمعيني، ييلينغ لينغ اشترى تسجيلات كاميرات الفندق، بس هي مرمتهاش. تشنتشه لقاها. أنا اللي كنت غبي. افتكرت إن ييلينغ لينغ هي أن، وكنت عايز أتحمل مسؤوليتي تجاهها. بس أنا قلبي كان بيحبك أنت طول الوقت. لما عرفت إنك كنت الشخص اللي كان معين في الليلة دي، عرفت إني ما ينفعش أضيعك من حياتي تاني أبدا. بس لينغ هي. بس لينغ. تقرير التحاليل بتاعها كان متزور. الصورة اللي وريتها لك كانت متصورة بعد ما خدرتني ورتبت الوضع. أنا وهي محصولش بينا أي حاجة من الأول للآخر. والأهم من كده، سواء بالنسبة له يوتشن أو شياتاشي، أنت مالكيش بديل. في أكتر وقت كان تائه وضاع فيه، أنت اللي أديتيني الأمل. عشان كده مهما كانت الظروف في المستقبل، أنا هفضل واقف جنبك، أحميكي وأحافظ عليكي. أنا جهزت ده من بدري. عايز أثبت لك قلبي بأفعالي. تتجوزيني. تتجوزيني. اتجوزيه اتجوزيه. اتجوزيه يا لجوزيه بقي. روينين اتجوزيه بقي. اتجوزيه اتجوزيه. هم. أو هههه. آه. ماما. أنا بس مسافر في شغل. ليه عاملة كل الزيطة دي. مسافر في شغل. أنا قصدي إنه سافر. مقالش إنه سافر ومش هيرجع. يا صاحبتي العزيزة، أخيرا فوقتي. يي لينغ. أنت بتعملي إيه؟ أنت تجننتي صحة.
أيوه أنا اتجننت. من السبب إنه يوتشن مش بيحبني. روان يونينغ إيه المميز فيكي. أزئي تأخذي كل حاجة أنا عايزها. ضميرك مش بيوعك وانت بتقولي الكلام ده. لما كنت بتنتحي شخصيتي زمان عمرك ما فكرتي ان الحقيقة هتنكشف في يوم من الأيام. ولحد دلوقتي لسه مش مصدقة الحقيقة. أنا مش راضية بدهي. شين يونينغ أنتي إيه الحلو اللي فيكي. أنتي في كل حاجة أقل مني. إيش معنى كل الحاجات الكويسة تبقى ليكي أنتي؟ حاولت أغريه وتيوتشين بكل الطرق وهو حتى مرضيش يبصلي بصة واحدة. خلاص طالما هو كذب يبقى خليه يشوف بعينيه حبيبته وهي بتموت قدامه. إحساسه هيكون عامل أزئي. ساعتها بس أنا اللي هكون مبسوطة. ها. أنتي عايزة تعملي إيه بتعملي إيه. ها. اتجننتي ها. فأكرت إنك ممكن توقفيني دلوقتي. ها. سيبني. نيني خلاص ما فيش حاجة، أنا اللي أتأخرت عليكي. شي لينغ لينغ الحبس غير القانوني ده جريمة. أنا بلغت البوليس خلاص. البوليس لا. متبرش البوليس مش عايزة أعمل كده تاني. يونينغ أرجوكي اتوصلي. أنا غلطت ما كان المفروض انتحل شخصيتك. يوتشان ما كانش المفروض أحتلك مخدر. يونينغ ساعديني أرجوكي. أنا غلطت وبعترف بغلطي مش كفاية كده. متبرش البوليس. كانت فأكر إني عمري ما هشوفك تاني. أنا اسمي روان يونينغ. يا ريس شكلك فايق أو اليومين دول. الواحد لما بينام كويس طبيعي بيفوق. أه. يور. إحنا. يلا ناخذ صورة عائلية كلنا مع بعض. ماشي طبعا. هو الأستاذ شيا هنا بيع له إيه؟ أنا الأب الروحي للوالدة، وأنت بقي إيه اللي جابك هنا؟ أنا وهو يوتشنا أخوات ومتربيين مع بعض من صغرنا. إحنا عائلة واحدة من زمان على فكرة. أنت عايز توصل لإيه يعني؟ خلاص بقي أسك. يلا استعدوا 3 2 1. هي